الناس ما بتمشيش ولا بتنهي العلاقات فجأة. الناس بتنسحب لما طاقتها على التحمل تخلص بالتدريج. أصعب حاجة ممكن تعملها في إنسان بيحبك هي إنك تخليه يحارب في جبهتين: جبهة الدنيا وضغوطها، وجبهة إنه يثبت لك كل يوم إنه بيحبك ويدافع عن نفسه ضد لومك. الانسحاب الحقيقي ما بيجيش من قلة حب، بيجي من قلة حيلة. لما تلاقي نفسك بتقدم كل اللي تقدر عليه وبتعصر قلبك علشان تطلع منه طاقة احتواء وطبطبة رغم وجعك وتعبك انت شخصيا، وفي الآخر تتقابل بعتاب بارد، تحس دايما انك مش كافي وان كل اللي بتعمله ده عادي ومفهوش ميزة. اللوم المستمر بيموت الشغف وبيحول المشاعر الدافية لخوف دايم من التقصير. أنا مش محتاج منك تقييم لعيوبي، أنا محتاج تفهم إني بشر بتعب وبغرق وبحاول أعدي بينا لبر الأمان باللي باقي فيا من حيل. لما تلاقي اللي قدامك بيلومك على قلة طاقتك بدل ما يمد إيده ويشيل معاك ويقويك، ساعتها بتكتشف إنك بتدلق مشاعرك في كاس مكسور، مهما صبيت فيه هيفضل فاضي. عشان كده الانسحاب هنا بيبقى هو الحل الوحيد الباقي. الشخص اللي بيمشي بعد كتر لوم ما بيكونش كره، هو بس تعب من انه يدافع عن نيته في مكان المفروض انه بيته وامانه، مش لانه حس ان وجوده وبذله بقوا بلا قيمة عندك. لو عندك حد بيحاول عشانك وهو تعبان وبيطبطب عليك وهو مكسور، بلاش تحسسه انه قليل. الكلمة الحلوة بتشحن وبتخليه يكمل، واللوم المستمر بيهد. ومفيش حد هيفضل يبني في مكان صاحبه كل يوم بيهد فيه.